اهلا بيكم في قناتي انا سهر. القناة دي مخصوص لكل اللي بيحبوا الاكل البيتي السهل. هنقدم فيها وصفات سريعة واقتصادية خطوة خطوة. ان شاء الله الوصفات دي تنجح معاكم. يلا بقى نبتدي باول وصفة في القناة. احنا هنعمل كده حاجة سهلة وسريعة، باستا فلورا. هنعملها بالعجوة مش بالمربى. معانا هنا دي بيضة بدرجة حرارة الغرفة. هنا ده نص كوب سكر هنضيفه على البيضة ونقلب البيضة مع النص كوب سكر. بعد كده هنضيف كوب الا ربع سمنة على زيت. ما ينفعش نحط زيت بس، كوب الا ربع سمنة على زيت. كوب الا ربع سمنة على زيت. نقلب بقى المكونات دي مع بعض كده، السمنة مع السكر مع البيضة. ممكن تحطي سكر بودرة سكر عادي مفيش مشكلة. نقلب المكونات دي كلها مع بعض لحد ما يبقى معانا قوام كريمي. احنا محتاجين معانا قوام كريمي يدوب السكر مع المكونات كلها. بعد كده ده ظرف فانيليا هنحطه. يعني معاكي عندك فانيليا سايلة حطي، ضيفي فانيليا سايلة، فانيليا بودر ماشي، المتاح معاكي. احنا هنا بنضرب المكونات مع بعضها زي ما قلت كده لحد ما تبقى معانا عجينة كده كريمية. انا هنا معايا هضيف 3 كوبايات دقيق. بعاير بنفس المج. انا هنا حاطه على المج ده نص معلقه بيكنج باودر، بس اللقطه دي ما اتصورتش. نص معلقه بيكنج باودر على المكونات اللي انا ضفتها السايله اللي هي انا عملتها كريميه دي. انا كده بضيف مج دقيق وهضيف المجين بعدها. بتنخليهم طبعا سواء معجنات سواء حلويات، لازم طبعا تنخلي الدقيق. انا هنا كده بلم الدقيق مع السمنه. انا هنا بلمها، بدخل السمنه والمكونات دي بدخلها في الدقيق. انا مش بعجن، انا بدخل المكونات كلها في بعضها. بحاول ادخل السمنه كلها لان ده يعتبر الباستا فلورا دي تعتبر عجينه بسكوت، فانا بدخل السمنه. انا هنا شفت ان انا محتاجه لسه سمنه لان طبعا الدقيق بيختلف، فانا هنا ضفت ربع كوبايه كمان، ربع كوبايه سمنه كمان ضفتها. فانت كده ممكن كوبايه الا ربع على 3 كوبايات دقيق. لو لقيتي ان انت محتاجه بتحطي ربع كوبايه كمان. لو لقيتي ان الدقيق بتاعك محتاج فبتزودي له ربع كوبايه كمان. فانت بتحطي 3 مجات دقيق على كوبايه، مج الا ربع سمنه على زيت، نص سمنه مثلا وربع زيت. بتلاقي نفسك محتاجه بتضيفي ربع كمان. انا هنا بلمها هي كده بقت حلوه معايا، يعني بقت شايفين ملمسها بقى عامل ازاي كده. خلاص هي اتلمت معايا واتشربت واتشبعت بالسمنه. خلاص انا كده بقسمها نصين. نص دلوقتي هنشيله في الفريزر والنص التاني هنعجنه في الصينيه. ده نص كده انا بكورها نصين. انتوا طبعا شايفين ملمسها معايا بقى عامل ازاي. ده كده انا نص هشيله ونص هشتغل بيه دلوقتي. نص بنشيله في الفريزر ونص هنشيله هنحطه دلوقتي هنفرده دلوقتي في الصينيه. انا هنا كده فردته في الصينيه. انا كده فردته في الصينيه. طبعا هي سمكها ما بيبقاش عالي قوي. بصوا بقى انا هعملها هنا زي ما قلت لكم بالعجوه. انتوا بتفرموا عجوه، بتفرموا بلح، بتجيبوا عجوه منسوله. بصوا الحركه دي بقى، ده ربع فنجان سمنه بلدي على العجوه دي. جربوا الطريقه دي، حطوا ربع فنجان سمنه او حتى معلقتين واعجنوهم بالعجوه. هتودلكوا الوصفه دي في حته تانية. حتى لو انتوا عاملينها بسمن نباتي مع زيت، معلقتين السمنه البلدي على العجوه دي او البلح ده بيخليها قلبة ريحة البيت. طعمها بيبقى رهيب. فجربوا كده هتدعولي ان شاء الله. انتوا هنا بقى بتحاولوا تظبطوا كده الحشوة، تحاولوا تظبطوها في الصينية كلها. يعني ايه المكان الفاضي كده تحاولوا تملوه. انتوا زي ما شفتوا انا فردت كيس بلاستيك، وهي اصلا بتبقى بس هي بتبقى الدنيا ساقعه شويه، فبتحتاج يعني مجهود شويه عبال ما بتتعجن بالايد عادي. لو جبتيها منسوله، لو جبتيه بلح بتفرميه في الكبه. وزي ما قلت لك بتحطي معلقتين ربع فنجان، ان شاء الله حتى معلقتين سمنه بلدي يفضل. يعني كده انت بتحاولي تظبطي الصينيه اهو. ده بقى النص اللي احنا كنا شايلينه في الفريزر. المفروض بيجمد معايا عشان اعرف ابشره.
انت عندك المبشره في ناعم وفي خشن، ابشري بالجنب اللي يعجبك. انا بحب كشكل الشكل الناعم، انا ببشر اهو بالشكل الناعم. لو في حته قطعت منك كده بتلميها عادي وبتعجني. طبعا انت لو سبتيها غابت شويه في الفريزر ما بتفكش معاكي كده. انا عشان ما سبتهاش غابت شويه، بس انا عادي بعرف هي سهله، مش يعني مش عجينه فهنقول صعبه، لا هي بتتبشر عادي. انت بتبشري عادي، حتى لو بقى البشر منك وقع في النص مثلا بعد ما بتخلصي بتظبطي شكل الصينيه عادي، بتبقى سهله مش صعبه. انت بتخلصي بشر وبتظبطي بقى شكل الصينيه زي ما انا هعمل كده دلوقتي بالظبط. اي حته اهي نزلت كتله على بعضها بتبشريها تاني، بتعيدي تشكيلها وبتبشريها تاني، تعمليها كره وتبشريها تاني. بس انا كده ظبطت شكل الصينيه. الصينيه دي بقى انا دلوقتي هشغل الفرن على درجه حراره 180، هدخلها في الرف الاوسط. اول ما الجوانب بتاعتها تحمر، انت تعرفي ان هي احمرت من تحت خلاص، هي خدت لون من تحت واستوت. بتشغلي لها الشوايه، بعد بتطفي عليها من تحت بعد كده وتشغلي الشوايه تحمر، تاخد بس يعني لون بس من فوق، ما بتغيبش طبعا. مسافة دقيقة بتبقى عينك عليها خلاص بتاخد لون تحمر. خلاص انا بقى كده خلصتها، بقطعها كده. عايزة اوريكم شكلها، طبعا الاضاءة ظلماها، هي شكل ريحة قلب البيت تحفة طبعا، ملهاش حل. مهما اوصف لكم جمالها جربوها والله هتدعولي بالطريقة دي، مش بالمربى، هتدعولي بجد بجد هتدعولي.